مريض القلب يصوم ولا ما يصومش؟ امراض القلب كتير قوي، وفي منها اللي يقدر يصوم وفي منها اللي ما يقدرش يصوم. خلينا نقول انه اللي عندهم ضعف في عضلة القلب او بيحتاج مدرات للبول، اخطر حاجة هي الملح. هل هيفرق اصلا لمريض القلب رمضان في الشتاء ولا في الصيف؟ لو لقى اقل من رقم معين بيمنعه من الصيام اصلا، وبالعكس بيبقى يأثم لو صام. القهوة فيها مادة الكافيين، مادة الكافيين دي من مقويات القلب اصلا. طب دكتور محمد، هل الادويه بقى اللي الناس بتاخدها في رمضان في ادويه ما بتفطرش؟ المفاجأة بقى ان في حاجات بتتاخد بالفم وما بتفطرش. ازاي؟ ازاي بقى؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات بودكاست طريق العافيه، مرضى القلب ورمضان. مريض القلب يصوم ولا ما يصومش؟ ولو صام هل في حاجات لازم ياخدها بالاعتبار عشان يصوم؟ وازاي يصوم صيام آمن؟ والكلام ده ان شاء الله هنعرفه مع استاذ امراض القلب واستشاري امراض القلب في كلية طب جامعة بني سويف، واحد من عباقرة الطب في مصر. معانا الاستاذ الدكتور محمد مدحت. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ مدحت، وشكرا على التقدمه يعني اللي انا ما استاهلهاش دي، وسعيد يعني ربنا ينفعك يا بالفكره دكتور. البرنامج، وان شاء الله يكون رمضان سعيد على كل مريض. الله الله. دكتور محمد، مريض القلب يصوم ولا ما يصومش؟ طيب خلينا بدايه نقول ان مريض القلب ده مش مرض واحد. يعني امراض القلب كتير قوي، وفي منها اللي يقدر يصوم وفي منها اللي ما يقدرش يصوم. القاعده الاولانيه ان كل مرضى القلب يقدروا يصوموا باذن الله. خلاص. الحمد لله. قليل منهم اللي مش هيقدر يصوم لتحفظات معينة. خلينا نبتدي مثلا بضعف عضلة القلب. المريض اللي عنده هبوط في عضلة القلب يقدر يصوم ولا لا؟ دايما المرضى دول لأن عضلة القلب بتبقى ضعيفة، ما بتقدرش تستقبل الدم من الرئتين ولا من الأنسجة الجسم، فالدم بيتحوش في الرئة وفي الرجلين فبتورم، وبالتالي بيحتاج جرعات من مدرات البول. لو انه هو بقى بيحتاج جرعات كبيرة من مدرات البول مش هيقدر يصوم. ليه؟ لأنه لو بياخد جرعات كبيرة من مدرات البول كده المية اللي خارجة من جسمه زادت قوي، تمام. وبالتالي لو هو ما عوضش ممكن يدخل في جفاف، وده يأثر على وظائف الكلى وتبقى مشكلة كبيرة. طب جرعات كبيرة زي ايه يعني؟ زي مثلا لو بياخد أكتر من 20 مللي جرام من مادة التورزيمايد، اللي هي زي التورزريتك مثلا، أو التورزاموليكس أو الإكزامايد، أو بياخد أكتر من لازكس 80 مللي جرام مثلا في اليوم، ده ساعتها برضو لازم يكون يفطر. اما لو بياخد كميات اقل من كده يبقى يقدر يصوم، بس بشوية تحفظات في الاكل. هل في أدوية تانية غير أدوية مضرات البول فيها تحفظات على الصيام برضو؟ اه ده سؤال جميل، لانه في ادويه جديده دلوقتي لضعف عضله القلب. هي في الاصل كانت بتتاخد للسكر، وبعد كده اكتشفوا انها بتحسن كفاءه القلب، فبقوا بيكتبوها لمرضى القلب برضو. الادويه دي بتنزل السكر في البول، فمشكلتها ان هي ممكن تهبط السكر شويه، وفي نفس الوقت ممكن تأثر على وظائف الكلى في أول أسبوعين لأربع أسابيع من بداية أخدانها، وبعد كده بتحسن وظائف الكلى وتحسن القلب. فلو إن المريض هيبتدي الدواء ده لازم يبتديه قبل رمضان بشهر على الأقل. مم. وبالتالي لو إن عشان كده أنا أنصح إنه لو إنك هتزور الدكتور بتاعك تزوره قبل رمضان بشهر على الأقل، عشان لو في فرصة يكتب لك النوع ده من الأدوية، لأنها بتحسن كفاءة القلب وبتحسن السيكونس أو ترتيب الأحداث في حياة مريض القلب بعد كده. يبقى كده مريض ضعف عضلة القلب يا بيصوم الأغلب، أو لو بياخد الدواء بتاع مضرات البول ده ما بيصومش، اللي هو لو بكميات كبيرة. بكميات كبيرة. أيوة. تمام. طيب لو احنا بقى في مريض بقى اللي هو ممكن يكون مركب دعامات مثلا، اللي هو كسور الشريان التاجي بقى، أيوة. اللي مركب دعامات او اللي ماشي على ادويه. كويس. المريض اللي مركب دعامات ده لو هو فات عليه أكتر من 3 شهور خلاص بقى مريض كأنه مش مركب دعامات، وبالتالي يصوم أو ما يصومش مش هتفرق معانا. تمام. يبقى هو يقدر يصوم، الا لو عنده اسباب تانية زي ضعف في عضلة القلب معاها، يبقى بياخد مضرات بول كتير فما يقدرش يصوم. يبقى مبدئيا بنتكلم في امتى؟ في 3 شهور. طيب يا ترى بقى هو كان مركب الدعامات لإيه؟ لأن ممكن إن إحنا نحتاج نطول شوية. لو إن عيان مثلا كان عنده جلطة في القلب فراح ركب دعامة نتيجة جلطة،
ده الاولى ليه انه يقعد على الاقل 3 شهور، وبعض الناس بتزوده ل6 شهور ما يصومش. ليه بقى؟ ايه الفكره؟ الدعامه دي جسم معدني، اول ما بيتزرع في الشريان بقى جسم غريب، سهل ان الدم يتجلط عليه. لو ان الشخص ما بطل يشرب عشان الصيام، يبقى بيفقد ميه في العرق وفي البول وما تمام. بيعوضش، فالدم بيبقى لزج، ففرصه التجلط بتبقى عاليه، وهو مركب جسم معدني اللي هو الصمام، انا اسف، اللي هو الدعامه، دعام. فساعتها ممكن الدم يتجلط عليه. عشان كده خلينا نقول قاعده: لو انه مركب الدعامه على بشكل مش طارئ، يبقى قدامه 3 شهور. طب لو بشكل طارئ، يعني كانت لو جلطة، مش بشكل لو مش طارئ. بشكل طارئ يبقى يفضل ما يصومش لمدة 3 شهور. تمام. طيب لو بشكل طارئ، يبقى الأفضل 6 شهور، لأنه كان عنده جلطة وعشان كده دخل يركب. فمش معقول عندي مريض كان عنده جلطة وأعمل له إجراء يخليه يزود الجلطات اللي هو إنه يصوم. فعشان كده ما بنصومهمش لمدة 6 شهور من تركيب الدعامات لو كانت جلطة في الشريان التاجي. طب بقى لو هو مريض داخل يركب قسطرة، ودخل اه يركب القسطرة دي في رمضان، هل ساعتها هو مفترض اصلا ان هو بيبقى جاي صايم عشان يركب ايوه، القسطرة اصلا؟ انت شكلك عندك معلومات جامدة في تع- طب القلب. تعليمك يا دكتور محمد. ايوه يبقى لو هو بقى جاي يركب القسطرة دي، هل بيفطر في اليوم ده ولا ممكن اصلا يكمل صيام؟ طيب، هو السؤال ده فعلا ساعات كتير المرضى يسألوه لما مثلا يكون متحدد لهم ميعاد في نهار رمضان ان هو يعمل القسطرة. بس احنا في مصر عندنا يعني مش هفطر، يعني مش هفطر. اه طبعا معاك حق. فهو ممكن، لا خاصة ان هو بيبقى متحدد له ميعاد، يعني هو اصلا ايه، حاجز مثلا ميعاد في مكان مثلا حكومي، ممكن يبقى حاجز الميعاد بعد اسبوع، بعد اسبوعين، بعد شهر، فميعاده لسه هيجي، فجاي هيعمل القسطرة فميعاده يجي في رمضان. كتير جدا من المرضى ما يحبش يعمل كده. في الحقيقة المريض بيجي يصايم فعلا، ودخول القسطرة الأوردة ده ما بيفطرش. بس الفكرة في إيه بقى؟ الفكرة إنه إحنا أصلا بعد ما في أثناء القسطرة بنحقن صبغة، وإن واحدة من الحاجات المفيدة جدا علشان الصبغة ما تضرش الكلى إن هو يشرب سوائل كتير بعد القسطرة. فأنا أصلا دخول القسطرة في حد ذاته مش مفطر، إنما ما ينفعش ما يشربش سوائل كتير علشان يغسل الصبغة دي وتنزل في الكلى، وإلا ممكن تأثر على وظائف الكلى، لأن الكلى بتتأثر بالصبغة وتتأثر بنقص السوائل بالجفاف. فقولا واحدا هو هيخلص القسطرة من هنا ونقول له اشرب سوائل واشرب كذا، ولو ما شربش هنديله سوائل مغذية في الوريد فهيفطر برضه. يعني ففكرة انه مفيش يعمل بقى حاجة اسمها لف لا ما انا كده قسطرة كده صايم ويفطر، بقى لا. لو تمام. طيب، ده سؤال تاني بقى بالمرة. طب لو هو كده يروح يعمل القسطرة اصلا ولا ما يعملهاش؟ لو حاجة طارئة ما فيش حاجة اسمها ما نعملهاش، انما اللي تحدد له ميعاد في رمضان خلاص ما فرقتش انه يعملها بعد رمضان، ممكن يأجل شوية. ممكن يأجل. انما برضو يعني ما يبقاش في حرج، ممكن مثلا مش ما يقدرش يأجل، يعني مثلا لو أجل ميعاده هيروح عليه هيروح عليه او مثلا، كذا، لا هو يروح، مستني هو من ليه رخصة زمان. وربنا مرخص لنا، ايه اللي يخلينا يعني يعني رخصة وربنا اداها لنا، وخاصة ان هو عشان ما نحطش المريض في حرج. تمام. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه. ايوه. طيب لو احنا بقى رحنا لمرضى تانيين اللي هم اللي مركب صمامات معدنية. ايوه، دول بقى بيمشي اللي مركب صمامات معدنية، ربنا عافينا، بيمشي على مضادات للتجلط. كويس. فزي الدواء اسمه الماريفان. دواء الماريفان ده بيعمل سيولة في الدم بدرجة معينة، بس في الحقيقة بيتأثر جدا بالوجبات. مم. فلو ان احنا نظامنا الغذائي اتلخبط زي ما بيحصل في رمضان، بنصوم فترة كبيرة وبعد كده نيجي نفطر على أكل معين، فساعتها ممكن درجة السيولة بتتلخبط تماما. عشان كده نصيحتي هم عادي إن هم يصوموا، بس يعملوا تحليل السيولة مرة كل أسبوع، ويبلغوا بيهم الدكتور المعالج بحيث يعدل الجرعة، لأنه ممكن يحتاج يزود جرعة الماريفان 1 مللي أو 2 مللي، أو إن هو ينزلها على حسب درجة السيولة، مع الأخذ في الاعتبار إنه ما يغيرش قوي في عاداته من ناحية الورق الأخضر تحديدا. يعني مم. مثلا هو متعود بياكل خس بشكل معين، بقدونس بشكل معين، لأن الحاجات الخضراء فيها فيتامين كاف اللي بيتعارض مع الماريفان، وده مش معناه إن هو ما ياكلش، ياكل العادي بتاعه، مم. بس بلاش افراط قوي او ان هو مثلا يتمنع عنها خالص، لان ده اللي بيعمل ايه، لخبطه جامده زي ما كان ماشي قبل السيولة. رمضان. زي ما كان ماشي قبل رمضان. طيب احنا ممكن بقى نخش في النقطة دي أصلا. مرضى القلب بقى عموما مم. ياكلوا ايه وما ياكلوش ايه في رمضان؟ كويس. خلينا نقول انه اللي عندهم ضعف في عضله القلب او بيحتاج مدرات للبول، اخطر حاجه هي الملح. في مم. ناس بتحط الملاحه كده على السفره، في حاجات ومثلا ايه، ما تاكلش الا بالملح يعني ايوه، اصلا يقول حته اللحمه كده او حتة الفراخ اللحمة ويعملها كده لازم. ده مستحيل، ما ينفعش، ممنوع تماما. مم. يبقى كل الحوادق والمخللات، الجبنه الرومي او المخلل الجبنه ده الحادقه، هو رمضان يعني مخلل. ممنوع. تمام. ممنوع لمريض ضغط،
ممنوع لمريض ضعف في عضلة القلب، ممنوع لمريض ارتجاع أو ضيق الصمامات إن هو ياكل حاجات حادقة. طيب هو نفسه في حتة مخلية كده، ياكلها بقى من غير ما يقول لي، امم لأنه لو قال لي أنا مش هنقول له من كل ورايا حاجه. كده ايه حتة صغيرة مفيش مشكلة. تمام. إنما يعني ليه بقى؟ لأنه خد بالك، شوف الدايرة اللي هقولها لك دي، هو أخد مخللات، زاد الملح بيحبس مية في الجسم، هو بيقلل مضرات البول علشان خاطر ما يفقدش ميه كتير ويجيله جفاف، فيجي مجمع ميه في الرئتين. دول بقى ده الموسم بتاعنا، امم موسم بتاع شغل العنايات المركزه والكلام اللي هو ايه، المريض عايز يشغل دماغه وهياكل زي ما هو عايز حوادق ويقلل هو مضر البول. طب ما انت كده حبست الميه في جسمك. جيت تكحلها عمتها. ايوه. إيه. طب احنا ممكن بقى يعني من الكلام بتاع حضرتك لحضرتك جبت سيرة مرضى الضغط. هو اصلا مريض الضغط هو ممكن يبقى فيه مريض ضغط محتاج يفطر في رمضان اصلا؟ مريض ضغط الاول برضو الاصل ان مرضى الضغط يقدروا يصوموا، ولا سيما بقى ان معظم الادويه دلوقتي بقت طويله المفعول فبتتاخد مره في اليوم، على وبالتالي ما الريق بقاش محتاج. هو لو هياخدها على مثلا بعد السحور الفطار مثلا او قبل السحور او مم. حتى بعد في اي يوم في في اي اي وقت. وقت خلال من المغرب للفجر، مفيش مشكله. وبالتالي مش مشكله في الكنترول، مش في التحكم في الضغط. المشكله لو معاه زي ما انت بتقول بقى حاجات تانية، يعني مثلا عنده مشكله في الكلى، مم. بيروح المفروض لدكتور الكلى وهو ده اللي بيقرر يصوم او ما يصومش. بس مبدئيا لو ان وظائف الكلى متاثره وحسب له حاجه اسمها الجي اف ار، الدكتور بيحسبها، لو لقى اقل من رقم معين بيمنعه من الصيام اصلا، والعكس بيبقى يأثم لو صام. مم. ليه؟ لانه بيضر الايه، بيضر وظائف الكلى بتاعته. وظائف الكلى. فاذا مريض الضغط لو معاه امراض تانية، معاه بقى ضعف عضله القلب وماشي على مضادات للبول بكميات كبيره، برضه دي مشكله. لو مريض ضغط ومعاه سكر وبيحتاج جرعات كبيره من الانسولين، ده ما بيصومش. مم. انما الضغط في حد ذاته ما هوش سبب للفطار. مش سبب للفطار. طيب هنروح بقى لنقطة تانية في موضوع الأكل بقى يا دكتور محمد، بس المرة دي الشرب. يعني احنا القهوة بتاعت بعد الفطار أو القهوة يعني بعد السحور عشان نعرف نكمل يومنا الصبح، امم دي مهمة جدا. بس في بقى معلومات بتقول أصلا إن القهوة يعني هي أصلا مضرة وفي نفس الوقت خاصة على مرضى القلب. فإيه صحة بقى الكلام ده أصلا؟ بص، هو القهوة مفيدة لعضلة القلب. القهوة فيها مادة الكافيين، ومادة الكافيين دي من مقويات القلب أصلا، كويس. بس هو الفكرة لا إسراف ولا إيه، ولا أو لا إفراط ولا ولا تفريط. تفريط. بمعنى آخد فنجان في اليوم مفيش مشكلة، يعني هي مفيدة. مفيدة قولا واحدا. إنما الإكثار منها بقى بيعمل إيه؟ بيزود اضطراب ضربات القلب مم. وممكن يرفع الضغط. إنما لو أنا خدت الفنجان بتاعي في اليوم مفيش مشكلة. بس في هنا بقى نقطة غاية في الأهمية، مم. اللي هي ايه بقى؟ الناس مش عارفينه ان القهوة مضرة للبول. اه تيجي انت تشربها بالليل قبل الصيام وتفضل رايح جاي على الحمام، تفقد سوائل كتير وما تعوضش، فيجي لك يبقى جفاف. الصيام نفسه ما تعرفش تصوم. عشان كده لو هتشرب القهوة اشربها بعد المغرب، مم. قبل العشاء، بعد العشاء بالكتير، ما تأخرش. ليه؟ عشان علشان هتدخلك الحمام فهتفقد سوائل. انت شربت فنجان قهوة قد كده هتطلع قدامه مية قد كده، ياه. فانت عشان كده تشرب القهوة واشرب وراها مية كتير، مفيش مم. مشكلة. وما تأخرش القهوة لقبل الصيام. جبنا لكم بشرى ان انتوا تشربوا قهوه بس بالهنا والشفا. قليل. طيب دكتور محمد، بالنسبه بقى احنا السنه دي الحمد لله رمضان جاي في الشتاء والجو الدنيا كويس. هل هيفرق اصلا لمريض القلب رمضان في الشتاء ولا في الصيف؟ بص، هما دايما يقولوا ان رمضان في الصيف او الصيام الصيام في الشتاء الغنيمه البارده. ايوه. ليه؟ انت كده كده ما بتفقدش سوائل كتير، لان فقدان السوائل بيبقى في الحر عن طريق العرق. مم. عشان كده دي فرصه كويسه جدا لان الناس تصوم في رمضان في الشتاء. مريض القلب بقى تحديدا ضعف عضله القلب او اللي بيستخدم مدرات بول بكميات كبيره، تبقى عنده مشكله تانية في الصيف، لانه بيفقد سوائل كتير. فلما هيعرق وبياخد كمان مدرات للبول، ده هيخليه يفقد سوائل كتير مع الصيام، مش هيعرف يعوض، فممكن يدخل في جفاف وضعف في وظائف الكلى. طيب نقطة مهمة بقى، أنا دلوقتي في رمضان وفي الصيف، مم. ما احنا دلوقتي المرة دي رمضان في جاي الشتاء. في الشتاء أو جاي في مم. الجو حلو. طب رمضان بعد كام سنة هيبقى في الصيف. يا ترى نعمل إيه؟ أنا كمريض قلب أعمل إيه؟ رقم واحد، اشرب سوائل كتير من المغرب للفجر. كل ما تفتكر اشرب سوائل. طبعا لو مريض سكر ما تشربش حاجات مسكره، مم. عشان تقول لي بس شربت قمر في الدين حلقه وشربت السكر لا. يعني ايوه قلنا طبعا. الدكتور هنشرب ساعتها قال سوائل بس ايه، فريش، ممكن عصاير فريش، ممكن ميه، المهم ده شوربه، تشرب مم. سوائل. ده رقم واحد. رقم اتنين، تتجنب الحر الشديد. طيب يعني ايه؟ يعني انا ما انزلش في وقت يكون حر جامد، لان نزول طبعا الا لو انا مضطر اضطرار جامد. لو اقعد في تكييف هيبقى افضل،
طب انا مش متاح ليا ما اتعرضش للشمس بشكل مباشر. لو تمام. هقدر ان انا انقل شغلي كله الفتره المسائيه يبقى افضل. يبقى مش هنتعرض مش ليه علشان ما هتعرض نعرقش كتير. مش هتعرض ولو انا اتعرضت للحركة ما او اعملش حركه المجهود مجهود جامد او اعرق فيها كتير. الشمس. وده طبعا ضد تماما بقى اللي يقول لك ايه، طب نمارس الرياضه ونعمل كذا في نهار رمضان. الكلام ده مش مناسب، لانه في الشتاء في الصيف تحديدا الصيف. هتعرق بكميات كبيره. معدل الحرق ممكن يوصل لحوالي لتر او لتر ونص. ياه. فلتر ونص وانت المفروض وجبت بول قد نص لتر تاني، طب وانت ما عوضتش، 2 ممكن لتر يحصل جفاف تفقدهم. طبعا. فدي مشكله كبيره. طب دكتور محمد، هل الادويه بقى اللي الناس بتاخدها في رمضان، في ادويه ما بتفطرش؟ بص بقى، القاعده العامه، اي حقنه غير مغذيه مش مفطره. مرضى القلب ممكن يكونوا بياخدوا مثلا مدرات للبول، ممكن يكون بياخد مضاد حيوي علشان خاطر عنده التهاب على صمام. فالحاجات دي كلها سواء كانت في الوريد او عضل او حتى تحت الجلد، الحقن مثلا بتاعت الكليكسان او حقن السيوله اللي بتتاخد تحت الجلد، كل الحاجات دي مش بتفطرش. المفاجاه بقى ان في حاجات بتتاخد بالفم وما بتفطرش. ازاي؟ ازاي بقى؟ مثلا ده طبقا لمجمع البحوث الاسلاميه، الحبايه الداينايترا اللي هي حبايه موسعه الشرايين اللي بتتحط تحت اللسان، اصلا دي مش بتدخل الجوف، دي بتتحط تحت اللسان، بتمتص في الاوعيه الدمويه اللي تحت اللسان على طول. زيها زي لزقه اللي اتلزقت على الجلد، اه. نيتروديرم مثلا، او لزقه اللي هي موسعه الشرايين بتتلزق على الجلد. ما دي ما بتفطرش لانها على الجلد. الشمع اللي تحت اللسان ما ما بتفطرش. بتفطرش لانها امتصت في الاوعيه الدمويه اللي تحت اللسان قبل ما تدخل المعده والامعاء. ما تدخلهاش اه. اصلا، هو مش بيبلعها، تحط تحت تمام. اللسان وبتدوب وتمتص توصل الدوره الدمويه مباشره. وده بقى مش فتوى حضرتك، ده فتوى حضرتك لا دي بتقول مش ده فتوى دي, مجمع البحوث دي ايوه الاسلاميه. ايوه مش بتاعتي. تمام. بس دي بقى بترفع حرج على ناس كتير، لان كتير مم. جدا من مرضى القصور الشرايين التاجي ممكن ممكن يبقى يتعب نزل يعمل فجاه. مشوار او حاجه، يجي له وجع في صدره، مم. فيفضل ماسك نفسه علشان خاطر ايه، ان هو صايم. خلاص باقي نص ساعه على المغرب. لا دي ما بتفطرش، حطها تحت اللسان وكمل صيامك عادي. بس هو ممكن تقلب معاه بجلطه او حاجه، ربنا طبعا دي يعافينا مصيبه يعني. مصيبه. طيب، يعني هناخد بقى من النقطه دي، هل في تظبيط ادويه قبل رمضان ولا لا؟ ونفس النقطه بقى، هو محتاج يروح للدكتور امتى؟ يعني مريض القلب بقى محتاج يروح للدكتور امتى؟ وهل بيظبط له ادويه ولا لا؟ طيب هو مبدئيا يفضل ان مريض القلب يروح للدكتور قبل شهر من رمضان. قبل شهر. قبل شهر. طبعا لو هو ما لحقش يروح قبل شهر، كل ما كان قبل رمضان يبقى افضل. انما على الوقت الامثل هو شهر. ليه؟ لان في بعض الادويه هتحتاج تبتديها قبل شهر زي ما قلنا قبل كده، وفي ادويه تانية هتحتاج ان انت تبتدي تخفها بالتدريج على مدار الشهر. طيب ده القاعده الاولانيه. القاعده التانية بقى، الادويه اللي بتتاخد مره واحده في اليوم ما بقتش فيها مشكله، خلاص انا باخدها في الفتره بتاعه المسائيه. تمام. الادويه اللي بتتاخد مرتين في اليوم هتتاخد مره بعد الفطار ومره بعد السحور على طول، او قبل السحور على حسب ما الدكتور بيقول، قبل ولا بعد قبل الاكل. ولا بعد؟ بس نقطه مهمه جدا بقى، اخر السحور على قد ما تقدر، علشان لو هي حاجه بتاخد كل 12 ساعه، ما فيش 12 ساعه ما بين المغرب والفجر. فبدل ما يبقوا بقى 8 ساعات، لا خليهم بقى 10 ساعات. احنا قلنا نفس المعلومه لمرضى السكر في حلقه السكر، ايوه وقلنا وربطناها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زالت امتي بخير ما عجلوا الفطره واخروا السحور. ايوه صحيح والله، السنه فيها كل خير. يعني اخروا السحور على قد ما يقدر، على قد ما يقدر، ويروح للدكتور قبل رمضان بشهر، يعني الافضل. ان شاء انما الله. لو ما لحقش قبل شهر يروح له قبل اسبوع، ما فيش مشكله. طيب دكتور محمد، لو هنختم بقى بنصيحه لمرضى القلب في رمضان. هقول لك نصيحه لكل المرضى في رمضان. كل المرضى. ربنا سبحانه وتعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه قال له وسلم. استقم، قال له استقم كما اردت ولا كما امرت؟ كما امرت. كما امرت. انت امرت ان انت تاخد برخصه، تمام. صح؟ فما ينفعش تقول لا انا هركب دماغي وهستقم على الاستقامه اللي انا عايزها. بس رمضان مره واحده في السنه. لا، رمضان ربنا سبحانه وتعالى افترضه ورخص رخص، فانت تاخد بيها. وافتكر بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر يقول لرب الملائكة اكتبوا له من الأجر كما كان يفعل صحيحا مقيما. الله. هو في حاجة أحسن من كده؟ الله أنا أكبر. دلوقتي كنت متعود أصوم رمضان، بيجي لي عيان يقول لي أنا متعود أصوم رجب، ما ينفعش ما أصومش في رجب وشعبان. أقول له يعني أنت بتصومه كل سنة؟ يقول لسه والله بتتخانق العظيم كل معاه. سنة ما بتسيبوش أبدا، والله عمري ما فطرت. أقول له طيب ما خلاص، أنت البشرى أهي، أجرك شغال سبحان الله. طالما أنت أصلا ربنا بيقول للملائكة كده. طب أنت عايز الله إيه أكتر من كده؟ انت عايز الثواب ولا عايز بقى الايه؟ استقم كما اردت، فاستقم كما كما امرت. امرت.
جزاكم الله خير يا دكتور محمد. جزانا وإياكم. في اخر اللقاء بقى احنا بنشكر حضرتك جدا على الحلقه الجميله الماتعه. دكتور محمد يعني هو دكتور القلوب. جزاه الله خيرا، وربنا جزانا ينفع وإياكم. بك يا دكتور ويرفع قدرك، وجزاكم الله خيرا ورمضان سعيد على كل مريض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.